كنوز وتراث العلماء وتراث أهل البيت عليهم السلام. كتاب الآداب المعنوية للصلاة، تأليف السيد الخميني رحمة الله عليه. حقيقة هذا الكتاب فيه العجب العجاب، هو كتاب 40 حديثا. هذا الكتاب طبعا يحتاج إلى أستاذ في علم الأخلاق حتى يعلمك. أكو بعض المصطلحات المعقدة كنت تفهمها يلا تفهم هذا الكتاب. هنا الآداب المعنوية للصلاة، يحكي أنه عن القلب، شلون القلب يصير عندك توجه وخشوع لله سبحانه وتعالى. يقول هنا يذكر حديث موجود بكتاب مصباح الشريعة الباب 5 باب الذكر. يذكر رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول: فاجعل قلبك قبلة للسانك لا تحركه إلا بإشارة القلب. شلون حديث هذا؟ من درر وكنوز الأحاديث للإمام جعفر الصادق عليه السلام. يعني يقول القلب، قلب الإنسان في بدايته كطفل منعقد اللسان، يعني ما يعرف شيء. ينولد الطفل منعقد اللسان، كل شيء ما يعرف. وإن عليه أن يعلمه النطق، يكون تعلم هذا اللسان النطق من الأذكار والأوراد وكل حقيقة من حقائق العبادة وكل سر من أسرارها بمنتهى الدقة. الصلاة كلها حقائق وكلها أسرار، وإلا الله سبحانه وتعالى ليش يأمرنا بالصلاة؟ لازم أكو فد معنى ولغز بالصلاة. بالبداية هنا يكون القلب متعلما واللسان هو المعلم. يعني هنا بالبداية القلب يكون تابع علما للسان، والقلب يذكر بذكر اللسان، بمعنى أنه شنو؟ تابع للسان. من تدرب هذا القلب بالرياضة، يعني رياضة روحية، بعد انفتاح عقدة لسان القلب يصبح القلب ذاكرا. هنا راح يشتغل شنو؟ المحرك مال القلب، واللسان يصير إلى تابع. شنو العلامة؟ العلامة انفتاح لسان القلب. هنا من ينفتح لسان القلب راح يزول تعب الذكر ومشقته وحلول النشاط والسرور فيه محل النصب والأذى. يعني مثل الطفل اللي يتعلم النطق بالبداية راح تتعب وياه وتتأذى وهاي، بعدين من راح يتعلم النطق والكلمات العربية الصحيحة راح أنت ترتاح نفسيا. فكذلك القلب يحتاج إلى مجاهدة وإلى مراعاة. صبحكم الله بالخير ونسألكم الدعاء.